طلاب، أخذنا بالدرس السابق موضوع المبتدأ والخبر، وأخذنا كان وأخواتها كيف تدخل على الجملة الاسمية، وأخذنا الحروف اللي مشبهة بالفعل اللي هي إن وكأن كيف تدخل على الجملة الاسمية وشنو التغيير اللي تجريه على الجملة. طبعا بداية أنتوا عرفتوا إنه المبتدأ راح يكون في بداية الجملة الاسمية، راح يكون الكلمة الأولى في الجملة الاسمية هو المبتدأ. عادة أو غالبا نقول يجينا المبتدأ يكون بال، محلى بال، مثل هسه عندنا المطر، عندنا الكلمة، عندنا السماء، هذه كلها أسماء. شلون عرفت اسم؟ مباشرة تقول لي عرفته لأنه محلى بال، مو صحيح؟ أركان الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. احنا عرفنا هذا المبتدأ، إذا ما بعده راح يكون الخبر، لكن انتوا اللي عندكم بالصف الخامس يكون الخبر نكرة. حتقولوا لي شنو يعني نكرة؟ النكرة ماما هو غير محلى بال، غير محلى بال. باعوا لي الكلمة الثانية، الكلمة الثانية من الجملة حتكون غير محلى بال، هذا راح أعرفه هو الخبر في الجملة. تمام لحد هنا؟ يجيك بالامتحان ماما سؤال يقول لك استخرج المبتدأ والخبر من الجملة. مباشرة أنت المبتدأ هو أول شيء راح يكون بالجملة، الخبر راح تدور لي على النكرة. مثلا باعوا لي هنا عندنا الكلمة الطيبة صدقة، تجون تباعون عليها الكلمة، أنت مباشرة عرفتها إنه هاي المبتدأ. ليش؟ لأنه أصلا محلى بال وجتني بداية الجملة، مو صحيح؟ راح أجي أقول الطيبة يصير أقول عليها خبر. ليش؟ من يقول لي؟ لأن محلى بال. احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه الخبر اللي عندكم صف الخامس يكون غير محلى بال، اذا صادقة عفوا هي اللي راح تكون الخبر. واضح لحد هنا؟ اجتنا قلنا افعال الماضية الناقصة اللي هي كان واخواتها، وعرفنا كل وحدة شنو تفيد، وعملها انه هي راح تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ اسما لها اللي هو هذا الاسم الاول راح يكون اسمها، وتنصب الخبر خبرا لها. إذا راح تتغير لي حركة فقط الخبر، فقط الخبر اللي راح تتغير حركته، راح يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتعرفنا على كل تفاصيلها ايش راح تسوي لنا بالجملة، وكذلك إن وكأن اللي هي الحروف المشبهة بالفعل، كل وحدة وشنو معناها، ومن راح تدخل على الجملة الاسمية راح يكون عملها عكس عمل كان وأخواتها. واضح؟ اليوم راح نسوي مسابقة بيناتكم، راح أقوم كل سرة أقوم من عنده طالب على السبورة راح تدخلوا لي، أما أقول لك تدخل لي فعل ماضي ناقص أو حرف من الحروف المشبهة بالفعل. تمام؟ مستعدين؟ مستعدين طلاب؟ مستعدين. أحسنتم. يا
ماما صار الموضوع واضح كيف ندخل الحروف المشبهة بالفعل على الجملة بأنه هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. أما الأفعال الماضية الناقصة اللي هي كان وأخواتها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. صار واضح ماما الموضوع؟ شكرا لاستماعكم.